السلام عليكم، صلاة وسلام على رسول الله. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في قناتي روح المطبخ. اليوم جبت لكم وصفة جديدة كيما راكم تشوفوا تاع اللحم الحلو. اليوم راح نديروا اللحم الحلو مع بعض. نديروا اللحم الحلو على الطريقة التقليدية، ما حنزيد فاكهة، ما راح نزيد حاجة واحدة اخرى من غير التفاح. راح ندير هذوما كيما العينه، كيما هذا المشماش مجفف، كيما الزبيب. عندي هنايا السكر، عندي هنا نجمه الارض، العود تاع القرفه، وعندي المزهر. وطبعا ندير الزبده. انا في الحقيقه نحب ندير له الزبده، بالزبده يجيني خفيف غير من السمن. نحبه بالزبده هكذاك خير. نبداو بسم الله على بركه الله. نبداو بالتفاح تاعنا. انايا نروح نقيه ونقطعه وباش نديرو يغلي. راني هنايا بعد ما نقيت التفاح تاعي، شوفوا كي كنت نقي فيه سكرفشت له عفوا حكيت له القارص هكذايا باش ما يكحلناش التفاح. هكذايا انا يعني نقيته. نروح نجيب هنايا طنجره اللي ندير فيها التفاح يطيب. ندير هنايا السكر، ندير فيها واحد 200 حتى 300 غرام. هكذايا غير باش يطيب لنا فيه التفاح، ما يطيبلناش صامت. ندير هنايا كاس تاع الماء. هكذا ندير غير كاس هكذايا، وروح ندير فيه هذاك التفاح اللي كنت نقيته. وراكم عارفين كيما التفاح او يزيد يطلق لنا الماء تاعو. هكذا نخليه، ما ديروش على هذاك ما كثرتش الماء. دوك انايا هذايا نخليه يغلي هكذايا واحد 10 دقائق، ما نزيدلوش، على خاطر راكم عارفين التفاح بيه فيه يدخل له طياب. راني جبت الطنجره تاعي اللي ندير فيها اللحم الحلو. دوك هذه نحرجوا فيها لاصوص تاع اللحم الحلو. دوك ندير هنايا عندي الزبده. هكذا نبدا بالزبده. ندير السكر هذاك الباكي هذاك، نزيد نكملو هنا اللي بديت به. هكذايا ندير السكر هكذا، ومن بعد نزيد نشوف لاخاطش هذاك السيرو تاع التفاح هذاك نزيد نديرو هنايا، يسمى هذاك ثاني راهو حلو، نزيد نديرو هنايا هذاك ما نرميوهش. نخلي هنايا الزبده تاعي تذوب مع نجمه الارض والعود تاع القرفه. هكذايا نخليهم يذوبوا. دوك ندير لهم شويه تاع المزهر. هكذايا نزيد له شويه تاع المزهر. هكذا نزيد لها شويه تاع المزهر. هكذا ونقليوه مليح. هذيك نخليو هذاك السكر يذوب مليح مع هذاك المزهر، والقرفه ثاني تطلق الاخر البنه تاعها، نجمه الارض. هكذايا هكذا ونزيد كاس تاع الماء. هكذايا ونخلي هذاك السكر يذوب. هكذا نخليه يغلي هكذايا شويه ونغطي عليه. انا درك هذيك المشماش اليابس والعينه والزبيب هذوك دوك نديرهم كامل، ندير لهم الماء سخون ونخليهم ينتفخوا في الماء سخون. هكذايا باش نشللهم، هكذايا باش نطيب بهم. هنايا بعد ما غلى لي شويه هذا السيرو هنايا مع القرفه مع هذيك مع المزهر وهذيك نجمه الارض،
دوك راني جبت هنايا الزبيب اللي درتو ينتفخ في الماء سخون، شللته مليح. دوك انا نزيد نديرو هنايا بعد ما شللته مليح. هكذايا، ونزيد عليه هذاك المشماش اليابس ثاني، شللته مليح، خليته ينتفخ شويه في الماء سخون، شللته مليح. ونزيد نديرو هنايا مع الزبيب هكذايا، نخليهم يغليو هكذايا، يطلقوا روحهم ونخليهم يغليو، ونشوف هذاك السيرو هذاك بدا يبدا شغل يثقال معانا هكذايا. باش نروح نزيد له التفاح والبرق والعينه هذيك البرقوق هذيك نديرها كامل مع التالي. انا نخلي هذه طيب ونزيد لها كما قلت لكم، نخليها شويه تعقد هذاك السيرو، ومن بعديك باش نزيد له التفاح. هكذا نشوفوه ما بيدمان. شوفوا كي السيرو تاعنا راهو عقاد شويه هكذايا. دوك نروح ندير له التفاح هذاك اللي كنا طيبناه هكذا، نروح نديرو هنايا وندير معاه السيرو هذاك اللي طاب فيه هكذايا، نديروه كامل. شوفوا التفاح، خيروا النوعيه الشابه، هي التفاح اللي يجي شباب، يجي هذاك اللي يجي خضر، هو يجي شباب في الحم الحلو، هذاك يجي شاد روحه هكذايا. ونزيد هذاك السيرو اللي طاب فيه التفاح، نزيد نديرو في الحم الحلو تاعنا، يزيد يطيب معاه هكذايا. هكذا نخليه يغلي شويه، ومن بعديك باش ندير هذيك العينه نديرها كامل مع التالي. هنا بعد ما غلينا شويه هذاك التفاح مع، شوفوا كيفاش طاب لنا هذاك التفاح، شوفوا كيفاش طاب. دوك نروح ندير العينه هكذايا. دوك نديرو العينه، نخليها تغلي غير شويه ونطفي لها، ما نخليهاش تغلي بزاف، لاخاطش راكو عارفين العينه تطلق الكحوله، تطلق شغل تولي لاصوص تاعها تولي كحله هكذايا. خليها تغلي شويه واحد 5 دقائق هكذا كلها، ونطفي لها هكذايا. وقبل ما نطفيو نزيدو شويه قطيره تاع المزهر نديروها هذيك مع التالي. نخلي دوكا نخلي واحد 5 دقائق ونعاود نولي باش نديرو لها هذيك القطيره تاع المزهر ونطفيو لها. دوكا نشوفوا اللحم الحلو تاعنا راهو نورمالمون راهو طاب هكذايا، راهو واجد. دركا شوفوا المرقه تاعو لاصوص تاعو كيفاش تجي خاثره، تجي عقده، مع اللي مازال دوكا سخونه ما تبانش مليح، بصح غير تبدا تبرد تبدا تبان بلي عقده. شوفوا التفاح تاعنا، شوفوا كيفاش طاب، ولا طاب ما شاء الله راهو زبده. والبرقوق تاعنا كيما قلت لكم غليه، وهو كيما نقول لك ويطيب هكذايا، ما خلوش يطيب بزاف في الحم الحلو هكذايا. دوك انايا هذا اللمسه الاخيره كما يقولوا، دوك ندير له قطيره تاع مزهر هكذا مع التالي هكذايا، باش تبقى فيه ريحه المزهر والبنه تاعو هكذايا. دوك نطفي عليه هكذايا ونخليه هكذا كي يبدا يبرد، نسقيه ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. راه واجد معنا اللحم الحلو اللي درناه مع بعض، شوفوا كيفاش جا، والله صدقوني جا ما شاء الله، جا والله ماشي باش كيما نقول لك باش الصوره تعبر على نفسها بلا ما نهضر، بلا ما هاكا تشوفوا كيفاش جا. وهذه هي انا في الحقيقه هذاك في هذا اللحم الحلو جاني كيلو سكر سوا اللي طيبت به التفاح
واللي درتو في الطنجره اللي طبيه فيه كامل يسمى اللحم الحلو، جاني كيلو تاع سكر. وراكو عارفين واحد كيدير اللحم الحلو يسمى هذيك تاع دايما شويه حم الحلو مايش كيما نقول لك كيما طياب لها الاخر تاع شويه منين ذاك شويه كل نهار شويه واحد يطيب على جه. هذه هي ان شاء الله يكون عجب، ان شاء الله يكون عجبكم اللحم الحلو اللي درناها اليوم، وربي يحلي اياماتكم ان شاء الله، ورمضان كريم صحة رمضانكم ان شاء الله نصوموه بالصحة والهنا، ونقولوا ان شاء الله اللي مريض ربي يشافيه، واللي راهو في قلبه حاجة ان شاء الله ربي يكملها له، وان شاء الله كيما يقول لك هذه ان شاء الله، وربي يطيح الرحمة على العباد ان شاء الله. هذه هي وان شاء الله كيما اقول لك نصوموه، ربي يوفقنا في الصيام في القيام ان شاء الله. وهذه هي قاع جميع الأمة الإسلامية كامل ان شاء الله، ونقول لكم رمضان كريم. وان شاء الله هذه هي كما اقول لك البديه تاع اللحم الحلو، هذا هو تاع كما اقول لك ان شاء الله ياماتكم دائما حلوه. نقول لكم الى الملتقى ومع السلامه.